اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم معانا إن شاء الله. النهاردة هنخزن مع بعض الفول الحراتي أو الفول الأخضر. ما شاء الله احنا طول الشتاء بقى خلاص. المفروض بقى هتلاقوه في الأسواق من فترة كبيرة، بس ده فلاحي. يعني ايه فلاحي؟ يعني لسه جاي لنا طازة من الأرض زي ما انتم شايفين، حد جايبه لنا هدية، يعني عمتي بمعنى أصح اللي جايبه لنا هدية. ماشي، فقلت بقى ايه، هو لسه جاي لنا بالليل، فقلت بقى هجهزه لبكرة إن شاء الله. فبدل ما اعمله كده في هدوء قلت لا، انا اعرفكم طريقتي في التفريز. دي الطريقه بالظبط المظبوطه اللي لو قعد معاكي سنه 2 3 في الفريزر، تخيلوا اكتر من سنه و2، وهيفضل معاكم لونه الاخضر زي ما هو وطعمه الطازه زي ما هو، من غير ما يغير لا طعم ولا ريحه كمان. تعالوا نشوف اسرار تخزين اي خضار عندكم. طب انا لابسه الجوانت ليه؟ لابساه عشان طبعا الفول فيه نسبه من الحديد، فطبعا انا ايه خايفه على ايديا، بتعمل سواد فظيع، يعني بتلاقي صوابعك دي سودا خالص. فقلت لا، انا هلبس الجوانت ده علشان يبقى ايه، حمايه لايدي يعني. طيب هو الفول زي ما انتم شايفين اغلبه لسه طري قوي، طري قوي قوي زياده عن اللزوم يعني. فاللي بيتطبخ بصلصه بحب اقطعه زي ما انتم شايفين كده، لان لو ما تقطعش زي ما انتم شايفين كده الحبايه الفول جواه بتبقى صغيره خالص. انا عملت الكميه بتاعتي كلها، وجهزت ميه على البوتاجاز زي ما انتم شايفين، حطيت فيها سكر وليمون. السر في دول، الليمون بيعمل ايه والسكر بيعمل ايه؟ الليمون بيحافظ معايا، بيبقى ماده حافظه ليه. السكر بيحافظ على لونه الاخضر وطعمه اللي ما يتغيرش. فاصبح معانا دلوقتي المادتين الحافظين ليه هم دول، الليمون والسكر. وطبعا هنزل على طول بالفول، على دي كميه الفول اللي انا فصصتها وجهزتها يعني، على الميه. انتوا شايفين الميه بردت طبعا لان حطيت فيها الفول وهو بارد. هتعمل ايه دلوقتي؟ هستنى هجهز ميه بارده، وهستنى لما الفول الميه بتاعته تبدا تغلي. شايفين لونه مسافه ما تحط في الميه اصلا عامل ازاي، اخضر بزياده ازاي ما شاء الله. انا بس وريتكم بس الشكل اهو. ما ينفعش تطلعيه في المرحله دي، هيسود منك في الفريزر وهيغير طعمه برضه في الفريزر. ف انا بحب اسيبه بقى ايه لغايه اما اوريكم الميه عامله ازاي. الوقت انا مجهزه ميه اهو بارده، علشان تبقوا عارفين هيتحط في ميه بارده على طول علشان يفقد برودته على طول، ما يسويش الفول زياده معايا. هي كميه فول صغيره على قد طبخه يعني، هي كفتنا يومين. بس انا حبيت اوريها لكم لان ده اول فول يجي لنا السنه دي. هو في السوق من زمان بس انا ما فرستش والله منه خالص، لان بيجي لنا هدايا. شايفين الميه بدات تنمل اهي، او بدات تغلي اهي، بتغلي من الجنوب اهي. في المرحله دي بقى تقدري تشيلي الفول، طالما بدات تغلي زي ما انتم شايفين كده، يبقى تبداي تشيلي الفول بالمصفى بتاعتك، وتصفيه بقى من الميه البارده في مصفى، وبعدين تحطيه في كيس في الفريزر. كده دي افضل طريقه للتفريز. لازم الميه تغلي الغلوه اللي انت شفتيها دي، يبقى كده خلاص تمام اهو جهز معايا. شايفين لونه اخضر حلو ازاي، بيفضل بنفس اللون ده. تمام. يعني انا عملته كده وحطيته في الكيس وكل حاجه، بس سبته في التلاجة بقى لان صبحه هطبخه ان شاء الله، فسبته في التلاجة. هتفرزيه في الفريزر في الكيس زي ما انت حطيتيه كده مثلا، او في علب من اللي هي علب الصغيره بتاعه التفريز دي، وعلى الفريزر على طول. تمام. الميه البارده بتعمل ايه معايا في الفول؟ بتخليه يحافظ على اللون الاخضر وبتفقده الحراره بسرعه، فيبرد معاكي بسهوله يعني. ادي الكميه اهي، شايفين هي طبخه صغيره خالص بس ما شاء الله طازه وزي العسل. طعمها بيبقى حلو قوي. تمام. هبدا بقى اعمل ايه، هو بيرد خلاص، هبدا اعبيه في اكياس عاديه خالص اللي هي النايلون دي، اللهم صل على سيدنا محمد. هحطه في الفريزر لو هفرزه، لو هستخدمه للطبخ هعينه في التلاجة عادي لتاني يوم. تمام. اتمنى بس حلقه النهارده تحوز رضاكم، واشوفكم على خير، والى اللقاء في حلقه جديده. طريقه سهله للتفريز ما خدتش مننا وقت، والمضمون بتاعها سهل وبسيط. وكل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب العالمين، وكل رمضان وانتم بصحه وخير يا رب العالمين. لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. الى اللقاء في حلقه جايه إن